صباحكم مصري أصيل. هو في أحلى من كده؟ هو في أحلى من إنك تفطر قرص طعمية سخن معمول في البيت معاه شوية سمسم بالشكل الجميل الرائع اللي انتوا شايفينه ده؟ شايفين الطبق عامل ازاي؟ حاجة كده روعة. نفسي جت على الطعمية، يعني أنا من الناس اللي بحبها جدا، وبقالي فترة طويلة ما كلتاش ومش قادرة أشتريها من المطاعم. خايفة بصراحة، قلقانة من الصنعة نفسها وممكن يبقى فيها مشاكل. اشتريت نص كيلو فول مدشوش وبليته، حطيته 24 ساعة في المية زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده حطيته على مصفى يتصفى من المية تماما زي ما انتم شايفين كده. ما تمسكي الحباية في ايدك كده بتتكسر بمنتهى السهولة. مهم جدا انه يتبل في المية او يتنقع لمدة 24 ساعة عشان يسهل عليكي الموضوع كله لما تفرميه. الطبق ده فيه قرن فلفل حامي زي ما انتم شايفين، وحزمة كرات، وحزمة كزبرة خضراء، ومعاهم 3 فصوص من الثوم. وممكن ما تحطيش الثوم لو انتي ما بتحبوهوش. على فكرة أنا أول مرة أعملها عشان نبقى واضحين مع بعض يعني، وشفت أكتر من طريقة وهقول لكم إيه القصة. أنا طبعا قطعت الخضرة وحطيت عليهم بصلة متوسطة، هم حطوا 2 لكن أنا حطيت واحدة اكتفيت بيها. هحط عليهم الفول وأقلبهم كلهم جوا بعض، الخضرة مع الحاجات كلها، عشان لما نبتدي نفرم يبقى سهل علينا الموضوع. احنا مش هنحط لا ملح ولا نحط اي توابل خالص على فكرة، يعني العجينة دي بدون اي توابل، الخضرة فقط. النهاردة هو في طريقتين: طريقة ان احنا نعمله في الخلاط، نضربه في الخلاط، ودي اللي ابتديت بيها وكنت مبسوطة جدا ان انا هعملها وانتوا عارفين الخلاط بيبقى اقوى بكتير من مفرمة البصل او الكبة. وده خلاط كمان على فكرة براون، يعني قوي ويعني يقدر يعمل اي حاجة. انا حطيت زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليهم كوباية مية عشان لما يبتدي يلف يلف بسهولة معايا ومبيبقاش متعصلجة. خلونا كده نشوف مع بعض انا عملت ايه. انا شغلته بالفعل واشتغل كويس جدا على فكرة واتفرم، بس على فكرة الفرمة كانت ناعمة زيادة عن اللزوم. دي حاجة. الحاجة التانية لما جيت احط في كمية تانية في الخلاط معرفش ليه مرضيتش تمشي معايا، بالرغم ان انا بعد ما صفيت كمية الطعمية دي انا فضيتها على المصفى وخدت منها المية اللي موجودة اللي نازلة تحت وحطيتها على الكمية اللي بعد منها، بس كانت معصلجة حبتين. شايفين بتتفرم بمنتهى السهولة. معرفش ايه الخطأ اللي حصل عشان تعصلج معايا بعد كده، برغم هي نفس كمية السوائل ونفس كمية الخامات. انا كده بصفيها في المصفى عشان تنزل المية بتاعتها. دي بقى من العيوب اللي ايه في الخلاط. انا جبت المفرمة بتاعة البصل الصغيرة دي وحطيت فيها الكمية المناسبة لحجم البتاع اللي انا بعمل فيها، وخدت المية اللي نزلت من الطعمية اللي انا بصفيها وحطيت عليها بس مش كتير، وفرمتها ضرب برضو متقطع. بس هو كان اسهل من الخلاط بصراحة. والميزة التانية ان الالياف اللي موجودة في الكرات والخضرة والفول كانت الى حد ما متماسكة وشكلها ألطف. اللون الأخضر واضح وصريح، مش زي اللي في الخلاط. الخلاط لونه أخضر وكل حاجة، بس كان مدي على لون فاتح شوية، لكن الكبة بتاعة البصل كانت مخليالي لون الحاجات زي ما هي. وطبعا أنا هوريكم الفرق بين الاتنين لما أحطهم دلوقتي. الموضوع كان بالنسبة لي في كبة البصل أو الكبة العادية أسهل بكتير من الخلاط. شايفين اللي على اليمين ده من بتاع الخلاط ناعمة قوي، وده بتاع الكبة اللي فيه القرشة البسيطة قوي واللون الأخضر الجميل اللي المتعارف عليه. طبعا أنا حطيتهم فوق بعض وخلطتهم كلهم
وسبتهم على المصفى كده لحد ما يصفوا شوية المية اللي احنا حطيناهم، عشان احنا مش عايزين مية. وطبعا انا مش هعمل الكمية دي كلها، ده نص كيلو. جبت اكياس تلاجة وعبيتها، وهخزن منه شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه. تحطي الكمية اللي انتي عايزاها جوه الكيس وتطبقيه او تربطيه او تعملي باي حاجة، او عايزة تحطي في علب، مفيش مشكلة، الطريقة اللي تريحك. خزني بيها الطعمية. خدي بالك الطعمية دي بدون اي ملح او توابل او اي حاجة، لان احنا المفروض انك انتي وقت ما تطلعيها وتسيحي وتبتدي تقلي تحطي التوابل بتاعتها. انا عملت منها 4 اكياس زائد الكمية اللي انا هقليها معاكم. دي الكمية اللي انا هقليها. لو حطيت كمان عليها شوية تاني هجيب ربع معلقة بيكنج باودر، وممكن تحطي بيضة او بيكربوناتو، وحطيت شوية ملح وكزبرة ناشفة، وهقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض. وهبتدي طبعا حتى جنبي شوية سمسم، ممكن يبقى شوية كزبرة على فكرة. وتبتدي تقرصي وتحطي شوية من السمسم او الكزبرة. طبعا في نفس الوقت انا حاطه الطاسة على النار، لان لازم يبقى زيت غزير ولازم يبقى سخن جدا. قرصيها يعني بالشكل اللي انت عايزاه، اعمليها كبير صغير رفيع، بس الحجم ده يعني معقول ومتعارف عليه. ويمكن انا بعد كده قللت اقل من كده شوية، يعني كل ما الحجم بقى اقل شوية ممكن تقدري تتحكمي فيه، لان احنا في النهاية بنقلي في طاسة جوه البيت، مش الطاسة بتاعة الطعمية. خليني اقول لكم ان انا عملت حركة كده، حبيت يعني ان انا ابقى زي الراجل اللي بيمسك الطعمية ويحطها سريع قوي في الزيت كده. مش في الرمية دي، في الرمية التانية فاتلسعت. فيعني مش هقول لكم كانت عاملة ازاي. شايفين الطعمية؟ الشكل طبعا تحفة والطعم تحفتين بصراحة، وبالهنا والشفا على قلوبكم. ويا ريت نعمل حاجتنا بقى في البيت، وصعب قوي دلوقتي الواحد ما بقاش واثق في اي حاجة بره. شايفين اللون الاخضر عامل ازاي؟ بصراحة الطبق كان رائع جدا جدا. معلش انا استخدمت الشوك عشان ما كنتش هاكل دلوقتي. وزي ما انتم شايفين، يلا قومي اعملي حاجتك في البيت وريحي دماغك من وجع هل الحاجة دي نظيفة ولا لأ، الزيت اخباره ايه، القصص اللي اياها اللي انتي عارفاها. يلا وبالهنا والشفا.